أنا اشتغلت سنين طويلة في وكالات تسويق وقدمت خطط تسويقية واستراتيجيات لبراندات من كل نوع في كل مرحلة من مراحل نمو البيزنس، من أيام ما كان فكرة لحد ما بقى يعمل مبيعات بملايين الملايين. واشتغلت جوه تيمز تسويق في مؤسسات كبيرة على حملات بميزانيات بكل المستويات، فشفت اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش. بس أكتر حاجة اتعلمتها إن التسويق مش ميزانية، التسويق نموذج، سيستم. نموذج بمجرد ما تبنيه صح هيجيب لك عملاء ويخلي العملاء نفسهم يجيبوا لك عملاء اكتر. ودي المرحله اللي لو وصلت لها انت كده بقيت في مستوى تاني خالص. انا هشارك معاك هنا النموذج ده، السر التسويقي اللي مش متقيد بميزانيه. همشي معاك فيه خطوه بخطوه واعرفك ازاي تنفذ كل خطوه بقولها، بس طلبي انك تنفذه زي ما هو، ما تفوتش اي خطوه وما تزودش حاجة من عندك. جربه زي ما هو الأول. النظام ده مبني على واحدة من أنجح استراتيجيات النمو في العالم، وهي الفايف وانز: منتج واحد، جمهور واحد، منصة واحدة، رسالة واحدة، وفانل واحد. ودي أول خطوة لازم تاخدها. لازم تحدد منتج واحد حتى لو عندك منتجات كتير. شوف ايه المنتج الوحيد فيهم اللي السوق فعلا محتاجه عشان تركز عليه. شوف المنتج اللي شغال معاك، اللي الناس جربته وشكرتك عليه. وجمهور واحد: مين هو الجمهور الوحيد اللي هتركز عليه؟ ما تحاولش ترضي كل الناس، فكر في جمهور واحد فعلا محتاج المنتج ده. ومنصة واحدة: اكبر غلطه بشوفها ان دايما اي بيزنس بيحاول يركز على كل منصات السوشيال ميديا، والنتيجه ما بيكبرش على اي واحده منهم، لان كل منصه ليها ممارساتها ومحتواها وجمهورها وتوقعات. ورساله واحده: لازم تعرف هتقول ايه مره واثنين وثلاثه عشان يثبت في عقل الجمهور ده. واخيرا فانل واحد، وده النموذج. هتاخد ازاي الناس من شخص ما يعرفش عنك حاجه لشخص بيشتري منك وبيتكلم عنك مع اصحابه ومعارفه، وازاي هتخليها اوتوماتيك شغاله حتى وانت نايم. وهقول لك ازاي تحقق كل ده. بعد ما حددت الكلام ده ندخل بقى على النموذج. وبالمناسبة أنا اسمي شادي السيد، مستشار تسويق وبراندات، بساعدك تكسب أكتر من اللي أنت بتحب تعمله. فياريت تعمل لايك للفيديو وتكتب لي تعليق بسيط وتشترك في القناة عشان تساعدني أكمل. النظام ده مكون من 4 مراحل: مرحلة الظهور أو الفيزيبيليتي، مرحلة توليد العملاء أو الليد جينيريشن، مرحلة البيع أو الكونفرجن، ومرحلة التوسع أو السكيلابيليتي. ونبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة الظهور، والهدف هنا ان الناس تعرف انك موجود. الغلطه الكبيره اللي بشوفها مع اي بيزنس خصوصا للمشاريع الناشئه انهم داخلين يبيعوا على طول، وده طبيعي. انت اكيد عايز تدخل فلوس عشان تقف على رجلك، بس انت هنا لازم تفكر من وجهه نظر الشخص اللي هيشتري. اكيد مش هيدفع فلوس مهما كان السعر في حد مش معروف. فلازم اول حاجه تعملها انك تعرف الجمهور ده بيك، ودي الخطوات اللي انت لازم تمشي عليها عشان تقدر تنجز المرحله الاولى بنجاح. اول خطوه: بتعمل لنفسك براندنج باكج. اللوجو بتاعك، الالوان، ويب سايت بسيط، بيزنس كارد، ولو حتى ديجيتال، كام سلايدز كده بتتكلم فيهم عن نشأة البيزنس والمنتج اللي بتقدمه. تاني خطوة: أسس صفحة البيزنس بتاعك على منصة السوشيال ميديا اللي اخترتها صح. يعني لازم الاسم يكون اسم البراند أو البيزنس، الصورة تكون اللوجو بتاعك، البايو بتاعك لازم تكتب فيه نوع فئة المنتجات اللي بتقدمها بالميزة الأساسية ليها. يعني مثلا لو أنت في سكين كير هتكتب هاي بيرفورمانس سكين كير برودكت، وبعدين تشرح في جملة بسيطة القيمة بتاعتك. انت بتساعد مين يحقق ايه من غير مشكلة ايه. يعني مثلا لو رجعنا لمثال السكين كير هتقول بساعد البنات اللي بشرتهم جافة بمنتجات ترطب بشرتهم بسرعة بدون مواد صناعية ضارة. تالت خطوة بقى: بتعمل فيديو تعريفي بنفسك مدته دقيقة. ما تقولش انا اسمي كذا وكذا، لا، ابدأ بالمشكلة اللي خليتك تفتح البيزنس. مثلا هتقول في بنات كتير لسه بشرتهم بتتأثر بالجو رغم المنتجات الكتير الموجودة في السوق، وده لان المنتجات دي كلها مواد صناعية مش بتحل المشكلة من جذورها. وده اللي خلاني ابدأ براند كذا، اللي بيقدم منتجات مش بس بتعمل كذا لكن كمان بتعمل كذا وكذا وكذا. لو مهتمين تعرفوا اكتر تابعوني، لو عايزين تتعرفوا على المنتجات زوروا الموقع بتاعي من اللينك في البايو. وبعدين تعمل للفيديو ده بين او فيتشر. انت كده بقى عندك شكل وعنوان وموضوع سهل اي حد يدخل صفحتك ويعرف انت بتعمل ايه وليه المفروض يتابعك. مش ناقص بقى غير انك تبدأ بالخطوة الرابعة، وهي انك تكبر الصفحة وتقدم المحتوى الصح. وهنا السيستم او النموذج اللي انا بستخدمه عشان اعمل محتوى يكبر اي صفحة. والسيستم ده بيتكون من 5 بيز. بين: اكتب كل المشاكل اللي الجمهور بتاعك بيعاني منها مع المنتجات الحالية. بروف: اكتب كل المزايا للمنتج بتاعك بيحل بيها المشاكل دي.
بيرسونال، اكتب قصتك، التحديات اللي واجهتها، الحاجات اللي نفسك توصل لها، رؤيتك، هدفك، ليه مش عاجبك اللي بيحصل في الاندستري بتاعتك، ليه المنافسين غلط، ايه هو العالم اللي نفسك تعمله بالمنتج بتاعك، رحلتك، تجاربك. اكتب كل حاجه بتتكلم عن علاقتك الشخصيه بالمنتج او البيزنس بتاعك. بعدين برودكت، ايه هي مكونات المنتج، ايه هي انجريدينتس، ايه هي التكنولوجي، واخيرا البروسيس، ازاي المنتج بيشتغل، ازاي بيحل المشكله، ازاي بياخد المستخدم من حاله معينه لحاله افضل، ازاي بيسهل حياته. وبكده انت عملت لنفسك ماتيريال لا محدوده للمحتوى بتاعك، بتغطي البراند من كل الزوايا. وبتبتدي بقى تاخد من الماتيريال دي وتشارك كل يوم على المنصه اللي اخترتها، ريلز او كارسل. واكيد عرفت ليه دلوقتي منصه واحده افضل من 10، لانك هتركز كل جهدك فيها، مفيش حاجه هتشتتك، وهتعرف تشوف وتقيس وتفهم وتجيب وتبني جمهور. كده انت بدأت تتعرف وسط الناس اللي عايز توصل لها، العرض بتاعك واضح، رسالتك واضحة، منتجك واضح، وبقى سهل جدا ان حد يقرر. بس انت دلوقتي عايزهم يبينوا اهتمامهم. وهنا هندخل على تاني مرحلة في السيستم ده، وهي الليد جنريشن، توليد العملاء. الهدف هنا انك طبعا بعد ما عرفت الناس بيك وحطيت الاساس، تبتدي بقى تحول المتابعين دول لفرص بيع حقيقيه. تبتدي تفتح كونفرزيشن، تاخد ايميل ناس، تاخد رقم ناس. وخلي بالك هدفك هنا مش انهم يشتروا، انت بس عايز تفتح حوار وتاخد وسيله تواصل معاهم. طيب هتعمل ازاي الكلام ده؟ هتبتدي تقدم فاليو مجانيه، فاليو العملاء عمرهم ما يحلموا انهم ياخدوها ببلاش. زي ايه؟ زي مثلا انك تقدم لهم دليل خطوه بخطوه كامل متكامل عن حل مشكله بيواجهوها. وطبعا عشان ينزلوه هيحتاجوا يحطوا ايميلهم عشان تبعته. يعني مثلا لو انت بتبيع خدمه تصميم، هتعمل دليل عن ازاي تقيم اي تصميم بيتعمل لك خطوه بخطوه عشان محدش يضحك عليك. او لو انت بتقدم خدمه لسكين كير، تعمل دليل عن 10 منتجات بتاثر على جلدك من غير ما حتى تحسي. كل دي حاجات الناس هتبقى عايزه تعرفها، وتضحي بالايميل بتاعها في المقابل. بس ايميلاتهم دي مش مجرد ايميلات، بالنسبه لك انت دي فلوس على الورق. ممكن كمان تسأل شوية أسئلة وتخليهم ياخدوا سامبل من المنتج أو أي حاجة تقدر تقدمها ببلاش. ممكن كمان تسألهم مثلا جاوب الأسئلة دي واعرف نوع بشرتك، وتبعت لهم دليل عن الروتين المفيد لبشرتهم. وفي تولز كتيرة أونلاين تعمل لك صفحة لاندنج بيج بسيطة تستقبل الكلام ده كله. وتقدر تكتب لي في التعليقات لو عايز نفكر سوا في أفكار ليها علاقة بالبيزنس بتاعك. ممكن كمان تعمل زي كويز وتسأل فيه أسئلة عشان تقسم الناس حسب اهتماماتهم. يعني مثلا تسأل متابعينك انت بتبيع منتج ولا خدمة؟ قالك خدمة. طيب بتستخدم سوشيال ميديا ولا لا؟ جاوب بستخدم. انت كده عرفت نوع التصاميم اللي هيحتاجها، فلما تبعت ايميلات هتكون عارف تتكلم معاه عن ايه. وعندك ادوات زي ميل تشيمب وميلر لايت تقدر تستخدمهم للايميلات. واكيد انت شفت كلام زي ده على السوشيال ميديا من ناس بتقول لك اعمل كومنت عشان ابعت لك الجايد، او حتى دخلت على ويب سايت وطلبوا منك الايميل عشان يبعتوا لك محتوى معين. كل ده بيتعمل عشان يبداوا الكونفرزيشن او الحوار بينهم وبينك. وطبعا الكلام ده بينطبق على اي منصه واي منتج واي خدمه. هنا بقى مهم جدا وضروري انك تفضل على اتصال خفيف مع العملاء دول، وده بانك تبعت لهم زي نيوزليتر كل اسبوع من نصايح، ترندات في السوق، اسئله شائعه. والعمليه دي اسمها ليد نيرتشرنج. انت بتغذي العلاقه مع الناس دي، ناس اديتك ايميلها وقالت لك بشكل غير مباشر كلمني اكتر عن اللي بتعمله. كده انت بتبني لنفسك قاعده عملاء محتملين كبيره، وكمان بتديهم قيمه وببلاش، وفي كونفرزيشن بينك وبينهم، او على الاقل بيشوفوك والثقه بتكبر كل اسبوع. فسهل جدا انهم يشتروا منك في اي لحظه. بس الموضوع مش هيقف هنا، انت ممكن تخليهم يشتروا بشكل اسرع. وندخل على ثالث مرحله، وهي مرحله البيع. وده هدفنا من كل الليله دي بقى المرحله اللي انت بتقدم فيها العرض. انت قدمت قيمه مجانيه وبنيت ثقه مع العملاء، بس محتاج بقى الزقه الاخيره. وهنا بتبتدي تقدم عروض حصريه للناس دي، زي عروض محدوده المده، كود خصم، ضمان حصري، توصيل مجاني، توصيل سريع. بتدخل هنا بقى بالعروض اللي تقدر فعلا تقدمها للناس دي عشان تديهم الزقه الاخيره. وما تنساش بقى اخر نقطه، وهي السكيل. لما حد يشتري منك لازم تستنى شويه وتساله عن ريفيو عشان تضيفه في المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا، وتديله عرض خاص لو عمل ريفيرال لشخص يعرفه. وهنا طبعا ناس بتجيب ناس وناس بتجيب ناس وهكذا. وهي دي الفنل، وهو ده النموذج اللي ممكن يكون بيتعامل فيك من شركات كتير حواليك. بس النموذج ده مجانا. تخيل بقى لو كمان قدرت تدخل فلوس عشان تستهدف الناس اللي شبه الايميلات دي بشوية اعلانات ممولة، هيبقى في سكيل اكبر واكبر. تفتكر تقدر تنفذ الخطوات دي؟ تفتكر تقدر ترجع وتقول لي بعد كام اسبوع ولا شهر الدنيا مشيت معاك ازاي؟
قولي في التعليقات ايه اللي ممكن يعطلك عن تنفيذها، وهعمل فيديو نشرحه باستفاضة. ويا ريت ما تنساش تعملي لايك وتتابعني عشان نبني مستقبل اقوى لنفسنا. والسلام عليكم.